السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أتكلم عن فاونديشن ميبلين فيت مي. صار له فترة طويلة نازل في السوق واشتهر وايد، سوى ضجة. أكيد في منكم يعني حد جربه، فخبروني في الكومنتات تجربتكم مع هذا الفاونديشن، وأنا خلال الفيديو بخبركم تجربتي. الفاونديشن اشتريته من فترة بس ما اقتنعت فيه لأن اللون وقتها ما كان يناسبني. أعتقد الحين بشرتي صارت أفتح، صار لي فترة مبتعدة عن الشمس والطلعة في النهار، فجربته مرة ثانية والحين أشوفه أوكي، بس تمنيت لو كان اللون أدفى شوية لأن لونه جاي على بيج. وزعته بإيدي، في هذه الجهة أعطاني تغطية أقوى والجهة الثانية بالفرشاة، فالتغطية كانت أخف طبعا، وبالإسفنجة بتكون أخف، فأنتي حسب تطبيقك تبين تغطية قوية ولا خفيفة. سهل وسريع الدمج، بس مكتوب عليه انه مات وبورلس، يعني مطفي ويساعد على يعني تخفيف مظهر المسامات، فانا لا اشوفه مطفي ولا اشوفه بورلس صراحة. ومكتوب عليه للبشرة العادية إلى الدهنية. تعرفون بشرتي مختلطة، أتوقع في نوع ثاني للبشرة العادية إلى الجافة، فبشرتي مو بوايد دهنية ولا وايد جافة، وعلى حسب يعني تختلف بين صيف وشتاء، وإذا أنتي مهتمة ببشرتك ولا لا تعرفون. زدت شوي من الفاونديشن في المناطق اللي حسيت محتاجة تغطية أكثر، وحطيت كونسيلر خفيف قبل، وبثبت الفاونديشن كمية قليلة من البودرة، وطبعا ما بحط مثبت لأني أبى أشوف الفاونديشن كم ساعة بيتم فريش، بيدهن بسرعة ولا لا، وشو بيصير معاه. خلونا نشوف مع بعض. هني بعد ما حطيت روج وبلشر، وهني في إضاءة بيضة. الفاونديشن يصير شوف الاندرتون ماله ولونه، فكل شيء تمام للحين. الصورة بفلاش ما عطاني وايت كاست. هني بعد مرور ساعتين لاحظوا ان الفاونديشن دهن شوي، مو بسبب الاضاءة فقط ولكنه دهن. اختبار الترانسفير، اكيد طبعا في ترانسفير لان الفاونديشن مو مات وانا ما كثرت بودرة، ففي ترانسفير بس مش فظيع يعني. وهني بعد مرور 3 ساعات توتل، انتم متخيلين فقط 3 ساعات وانا جالسة في البيت، ما طلعت في الحر والشمس والرطوبة فاشوف انه وايد دهن مقارنة باي فاونديشن مفروض يكون مطفي وهو مخصص للبشرة اللي ممكن تدهن. وصار في ترانسفير اكثر عن قبل، يمكن لان البودرة خفت او زيت الفاونديشن. طبعا لين هني وخلاص لانه واضح where this is going، ما يحتاج أطول فيه أكثر. الحلو إن الفاونديشن ما تأكسد نفس اللون، وبسرعة خاز ما لعوزني الصراحة. وهو صح إنه خفيف، بس من الفاونديشنات اللي حسيت إن أنا حاطة شيء على وجهي، وهالإحساس يخليني تي أبى أغسل وجهي خاصة لو دهن الفاونديشن بعد. لا تنسون تكتبون لي تجربتكم أو رأيكم، وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تسوون لايك أو سيبوا وشوفوا عقب، ونشوفكم على خير في فيديو ثاني. لا تنسون الفولو.